ولا يزال في مشواره مع النادي الاهلي طبعا على فترتين. كرة على جهة اليمين، محاولة باتجاه ليو في الجبهة اليمنى، ميسي يلعبها لسواريز وهدف لبرشلونة. هدف لبرشلونة، عرضية ليو لمسها على ما يبدو لويزيتو، مسحها براسه سواريز، خدعوا المسائلين بهذه اللعبة الفنية العالية الرائعة ليونيل. كيف لا يحبوه ويملك كل هذا الكم من الموهبة، من المهارات، من السحر، من المتعة، من الأقدام. الكرة العرضية الجميلة لم يكن فيها سواريز متسللا، وبعد ذلك وصلت إلى شباك النادي الأهلي. كرة عرضية رائعة من ليوب، خدع فيها مدافعي الفريق الأهلاوي، وبعد ذلك الكرة في شباك ياسر مسليم. هدف أول لبرشلونة في توقيت مبكر. لمس الكرة سواريز، وبالتالي الهدف يسجل باسم لويزيتو في هذه المباراة، وفترة رائعة جدا. الدفاع الأهلاوي يواصل أخطاءه، وكرة لبرشلونة، محاولة لمصلحة رافينيا لكن الدفاع وليو، والثاني لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي. هفوة أخرى من مدافعي النادي الأهلي. يا جماعة تلعبون أمام برشلونة. لفتين أمان، شيفو، كردي، تعالوا كلكم عندي، تعالوا عندي. أنتم تلعبون أمام برشلونة. ماذا تفعل في هذه الكرة ضد البارسا، ضد رافينيا، ضد نيمار؟ ألا تعرف من هو نيمار؟ ألا تعرف من هي برشلونة؟ من هو برشلونة؟ يسجل بعد ذلك البارسا هدفا ثانيا في هذه المباراة، هدفين مقابل لا شيء في توقيت مبكر، الأمر الذي يجعل البارسا يحصل على نتيجة جيدة في هذه المباراة. مرور جميل من جانب سلمان مؤشر، يحافظ على كرة خطأ لمصلحة المؤشر على راكيتيتش. تمريرات لبرشلونة، راكيتيتش مرة أخرى، العودة لغوميز إلى رافينيا، تمريرة للأمام خطيرة باتجاه سواريز، دفاع تدخل لكن بالخطأ، وعودة لنيمار، والثالث لبرشلونة عن طريق نيمار. خطأ فادح آخر من مدافعي النادي الأهلي، واستغلال جميل لبرشلونة. برشلونة هو برشلونة في إسبانيا، في أوروبا، في أمريكا، في البرازيل، في كل مكان في العالم هو برشلونة. في الدوحة هو برشلونة، بنفس التقاليد، بنفس اللمسات، بنفس السحر، بنفس الكورة، بنفس المتعة، بنفس الجماعية هو برشلونة. وفيا إلى الأبد، الكرة الجميلة الممتعة التي تجعل عشاقها في كل مكان، في كل البلدان، وفي أي بقعة أرض هنالك عاشق لبرشلونة، على أي بقعة أرض هنالك محب لبرشلونة. نيمار سجل هدف ثالث في هذه المباراة. البارسا 3 أهداف، النادي الأهلي لا شيء. الكرة تعود مرة في صفوف النادي الأهلي، عموري يغير اتجاه اللاعب منصور في الانتظار، مهند تحضير بالراس، وكرة فيها ركلة جزاء للنادي الأهلي. نعم، ركلة جزاء أهلاوية، حكم المباراة يحتسب فهد جابر ركلة جزاء للأهلي. ركلة جزاء أهلاوية في هذه المباراة. عموري عمر عبد الرحمن سيكون على تنفيذ هذه الركلة بعد احتكاك في اللقطة الماضية. شوفها مرة أخرى، تحضير بالرأس من مهند، وحكم المباراة هنا أشار إلى وجود ركلة جزاء. شوفها مرة أخرى، الكرة التي لمصلحة الأهلي، وركلة جزاء أهلاوية في هذه المباراة سيكون على تنفيذها عمر عبد الرحمن، النجم الإماراتي، الموهبة الإماراتية الكبيرة عمر عبد الرحمن. يا ولد جميلة من عموري. نعم، ركلة جزاء، لكن تنفيذ في منتهى الروعة من جانب عمر في شباك برشلونة. هدف أول أهلاوي، هدف للنادي الأهلي بطريقة جميلة من عمر، لكي يؤكد الجميع على كمية المهارات اللي عنده، على كمية أو حجم الموهبة التي يمتلكها. حتى أمام برشلونة تسجلون أهداف بمختلف الوضعيات، هذا عمر يضعها بطريقة رائعة أيضا في شباك برشلونة من علامة الجزاء. 3-1 في هذا الشوط الثاني الآن، هدف أهلاوي مهم من أجل العودة. دخول فيتفاد، في دخول مهند عسيري بتواجد عمر، الثلاثي الهجوم. دخل من الدفاع وإبعادها بعد ذلك من جانب فهد حمد لراكيتيتش. برشلونة في الناحية اليمنى من جانب راكي يتحرك مع أليكس فيدال، عرضية باكو بالراس، وهدف رابع لبرشلونة.
هدف رابع لبرشلونة، ضربة راسية جميلة من جانب باكو الكاثير، عرضية راكيتيتش وننتظر انيستا. هنالك حكاية أخرى لم تقال في هذه المباراة، لم تحكى بمعنى صح في هذه المباراة. انيستا لم يلعب بعد، ننتظر انيستا في هذه المباراة. هدف لباكو الكاثير، ضربة راسية في شباك أحمد الرحيلي، وهدف لبرشلونة. ردود الفعل الأهلاوية اللي كانوا يأملون بأن الهدف الأول لعموري من علامة الجزاء يساهم في عودة الأهلي، ولكن البارسا يسجل هدف الرابع. جماهير برشلونة سعيدة، جماهير برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم. لمسة جميلة من رافينيا، الوانتو مع باكو، رافينيا 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 رافينيا، خماسية لبرشلونة. رافينيا يستعرض مهارته، والآخر يريد أن يقدم نفسه في مباراة اليوم، يريد أن يقدم نفسه في مباراة اليوم، وفرحة كبيرة في مدرجات برشلونة بهذه اللمسة، بهذا الأداء الكبير لرافينيا اللي مر من المدافعين بشكل جيد ومن حارس المرمى بعد ذلك، وسجل 5 أهداف برشلونة في مباراة اليوم. 6 أهداف حتى الآن في هذه المباراة الاحتفالية الكرنفالية الجميلة في الدوحة. 5 لبرشلونة، هدف للنادي الأهلي. الهدف الخامس، فيتفا عدى من هنا، فيتفا يحاول اختراق الدفاع امامه، تيتي ماسكيرانو، خطيره للنادي الاهلي. فيتفا وماسكيرانو يلعبها لمهند، جميله اهلاويه، الله، هدف اهلاوي جميل، لقطه في منتهى الروعه للنادي الاهلي. مهند يسجل، لم اقل انه بديل دائما ما يعطي اضافه، افضل بديل يمكن ان تشاهده في ملاعب المملكه، دائما ما كان دخوله مؤثر. مهند عسيري، لمسه في منتهى الروعه في شباك برشلونه. 5-2، فيتفا عمل كبير، مهند نهايه رائعه في شباك برشلونه. الاهلي يسجل في شباك برشلونه هدف بمجهود جميل جدا، بعمل جماعي وبلمسه جميله من مهند عسيري. مهند عسيري يستغل الزاويه المفتوحه ويسجل في مرمى برشلونه. تغييرات وتغييرات في مباراه اليوم. جوردي ألبا، انيستا، بوسكيتس ياخذون ادوارهم في تشكيله البلوغرانا. زبيدي يلعب كره للامام خلف المدافعين، محاوله باتجاه فيتفا اللي كان له دور كبير في هدف مهند. فيتفا مرور جميل، فيتفا تمريره اجمل، خطيره اهلاويه، مهند الثالث للاهلي. لقطه في منتهى الروعه للاهلي في الكره الاخيره. مهند عسيري يسجل ثنائيه في برشلونه، يا له من يوم كبير لمهند عسيري. الله على فيتفا، علي يلعبها لمهند وكهجمه اكتملت روعتها بنهايه جميله لمهند عسيري اللي يسجل ثنائيه. الله على فيتفا، دخول اعطى الكثير من القوه. فيتفا الفنان يعطي الكثير من القوه في وسط الملعب للنادي الاهلي، ولكن مهند عسيري اللي يسجل ثنائيه في مباراه اليوم، ثنائيه في مرمى برشلونه، ثنائيه في مرمى برشلونه. امر كبير لمهند، وامر يدعو الكثير من الفرحه لجماهير النادي الاهلي في مباراه اليوم.